كنت بستغرب كتير جدا من اللي يطلع يقول لك ايه الاهلي جماهير النادي الاهلي يتعلم من اداره من نادي الزمالك، يعمل معايشه في نادي الزمالك. وفي مين اللي يعمل معايشه في نادي الزمالك؟ مين؟ يعني في طلع صحفي في قناه الزمالك يقول لك انا بطلب من الكابتن محمود الخطيب يعمل معايشه في نادي الزمالك. نادي الزمالك يعني انا مش فاهم ايه المعايشه اللي هو يعملها عشان يتعلم الاداره. النادي الاهلي اللي انت عاوز، انا قلت لك قبل كده، عاوز تتعلم اتعلم من النادي الاهلي. هو النادي الاهلي بيفكر يا فاروق، بيفكر يخلي النادي الاهلي في حته ثانيه. وانا قلت لك معاك هنا النادي الاهلي ما بيبصش لحد، ما بيبصش وراه، ما بيفكرش في حد، وبيفكر ان هو يكون عنده تيم قوي، عنده فريق قوي، بيفكر للعالميه. النهارده لما بيجيب صفقات عشان عنده بطوله مهمه ان هو بيلعب في الدوري، بيلعب في بطوله افريقيا، بيفكر. والناس كانت تضحك يقول لك اصل هياخد كاس عالم. ياخد كاس عالم. النادي الاهلي كبير بصفقاته بادارته بجماهيره، يقدر ينافس على كاس العالم. لكن انت النهارده عشان تتعلم من مين؟ هتعلم في نادي تركه خلاص. نادي الزمالك يعني مش عايز اقول يعني ربنا يكون في عونهم، والجماهير اللي بتحب نادي الزمالك ربنا يكون في عونهم، والفضل اللي موجوده، لان انت سايب تركه خربانه. تركه خربانه خريانه مدريانه. يعني ابو الدهب جاب الجمله اللي هي من الواضح ان الوضع في الزمالك صار سيئا حسنا نتمنى لهم الاسوأ. ليه؟ انت النهارده دخلت 5 بطولات، خدت 5. انت ما عندكش رفاهيه ان انت تاخد 4 من 5. ما انت لما بتعلي السقف بتعليه على نفسك. برافو عليك. هو ده. واحنا ده الاهلي اللي انت اللي عليت سقفك. فاللي جاي هيبقى اصعب. فلازم تبقى داخل ما عندكش ديفوهات في حاجه عشان ما يبقاش عندك مشكله. فده مهم جدا قبل رحيل شريف بتشوفه ازاي، وعوده صلاح محسن بتشوفها ازاي؟ ما هي دي بس التحركايه اللي حصلت على صعيد الهجوم بتاع الاهلي. لا انا بحب لعب شريف. انا بحس ان شريف مهاجم محترم يعني. ولكن عنده يعني من فتره طويله حاسه مش محمد مش شريف. مرتاح. في حاجه انا ما اعرفش تفاصيلها. بس انا بتكلم على اللي انا بشوفه او الحاله اللي هو وصل لها. صلاح لعب كويس جدا جدا. بس يسد يعني حاجه الاهلي الى مهاجم ولا لابد من مهاجم اجنبي؟ لا، محتاجين اجنبي. 9. مواصفاته لسه راح اقول 9 مواصفات. المواصفات ال 9 صرف، مش طرف ووظفه او مش لعيب يلعب طرف افضل من يلعب بتاع لا جوال. انا عايز راس حربه بتاع جوال بيترجم شغلي. ما ينفعش ابقى انا بوصل كنادي اهلي هوصل 10 مرات ويجي منها 1 أو 2. يا باشا انا عايزين راس حربه ما اعرفش امه. قال لك ويا ريتهم بيجيبوهم الاثنين 3 اللي من 10 دول. عايزين راس حربه فورتيكا بوفتيكا ارتيكا، وان شاء الله باذن الله يكون موليكا باذن الله تعالى. سوزا مش يا رب تبوظ وموليكا يجي.